وقع طرد عشرات الآلاف من إخواننا المغاربة، تقديرات تضعهم في حدود 300 ألف، و يعني التقديرات تختلف. هناك من أقل قليلا ومن يقول أكثر قليلا، لكن أكثر تقديرات تضعهم في حدود 300 ألف إنسان كانوا يعيشون معنا في الجزائر، في المنطقة الغربية بشكل أساسي، ولكن أيضا في مناطق أخرى، وتم طردهم في مثل هذا اليوم، أو كان هذا اليوم هو أقصى وأسوأ الأيام في عملية الطرد. الطرد كان قبل ذلك. ولماذا تم ذلك؟ كان هذا رد من الجماعة الحاكمة يومها. كانت البلاد تحت حكم بومدين، العقيد هواري بومدين، اسمه الحقيقي محمد بوخروبة، وكانت وزارة الخارجية تحت إدارة عبد العزيز بوتفليقة، وكانت هناك خصومة ما بين الحسن الثاني ملك المغرب وما بين بومدين حول قضية الصحراء الغربية. كانت هناك خصومة، كانت فيه حديث، كان فيه نقاش قبل في 74 بداية 75، ولكن وصلوا إلى عدم اتفاق. وقرر الحسن الثاني إجراء ما عرف آنذاك بالمسيرة الخضراء من الأراضي المغربية إلى المدن الصحراوية. قبل ذلك كانت الصحراء الغربية تحت حكم الإسبان. ظل هذا الحكم لفترة طويلة جدا، يعني ربما تقترب من 3 قرون أو ما يقارب، يعني بشكل أو بآخر كان يتواجد فيها الإسبان، لكن الفترة الأخيرة كانوا متواجدين بقوة. لكن مع وفاة فرانكو مع نهاية، كنا نعيش الأسابيع والأشهر الأخيرة لحكم ديكتاتور فرانكو الذي حكم إسبانيا لحوالي 40 سنة حكما ديكتاتوريا شموليا عسكريا. قرر الإسبان التخلص من قضية الصحراء الغربية وطرحت على المغرب وموريتانيا، وكان فيها أيضا موضوع جزائري. المهم أن موضوع الصحراء الغربية موضوع آخر. من آثار هذا الخلاف على قضية الصحراء الغربية ما بين النظامين المغربي والجزائري أن دفع إخوان لنا كانوا يعتبرون أنفسهم، الأغلبية العظمى منهم كانوا يعتبرون أنفسهم جزائريين، وحتى اللي كانوا عارفين أنهم من أصول مغربية كانوا يعتبروا أن الجزائر وطنهم الثاني. لكن الخصومة السياسية تحولت إلى أن دفع الثمن شعب مئات الآلاف، كما قلت تقديرات تحطهم في حدود 300 ألف، أكثر تقديرات دقة، لكن هناك من يقول حتى أكثر من هذا العدد. وكانوا في حدود ربما 45 ألف أسرة، أيضا هذا عدد هو الأكثر ربما دقة. البعض يضعهم أقل قليلا، البعض يقول شوية أكثر، لكن التقديرات هي هذه. اليوم راح في هذه النقطة بالذات، يعني طبعا طرد مس هؤلاء وكان سيئا جدا، لأنهم طردوا، أخذوا من بيوتهم، في الغالب أحيانا مرات من أعمالهم، أحيانا من غرف النوم نتاعهم، أبنائهم من المدارس إلى آخره، ووضعوا في شاحنات وفي حافلات ورموا في الحدود الجزائرية المغربية. من بين هؤلاء اللي كانوا يعتبروا أنفسهم أنهم جزء من هذا الوطن، من الجزائر، وفي كافة الأحوال حتى بأصولهم المغربية يعتبرون أننا إخوة وأشقاء، كانوا بعض الناس كان من بينهم اللي كانوا قاتلوا مع الثورة الجزائرية، بعضهم كانوا جنود أو كانوا ضباط في جيش التحرير الجزائري، وبعضهم كمل حتى بقى داخل الجيش الوطني الشعبي إلى غاية صدور قرار في 67 اللي كان آنذاك يفرض على كل الذين يوجدون في الجيش الوطني الشعبي أن يكونوا حاملي الجنسية الجزائرية، وإذا كانوا مش حاملينها أن يطلبوا الجنسية الجزائرية. من بين هؤلاء أحد هؤلاء، راح نختصر القصة نتاعو، قصة مؤلمة جدا، وكنت تلقيت أبنائه في الزيارة الأولى اللي درتها إلى المغرب بعد 91. أنا لم أزور المغرب من 91 إلى 2015، 24 سنة، بالرغم أني
جاءتني دعوات كثيرة جدا، ولكن ارتأيت أنه حتى لا يستخدم اسمي أو وجودي أو بشكل أو بآخر في إطار الخصومة ما بين النظامين، فكنت دائما أرفض الدعوات، بما فيها دعوات اللي كانت طبعا دعوات في الغالب على أساس أن البي خالص والأوتيل خالص، لكن كنت أرفضها حتى لا أدخل في أي خصومة. لكن هذه الدعوة اللي كنت لبيتها هي الدعوة الوحيدة، هي هذه، كانت في جويلية 2015، وحضرت للمؤتمر الأول أو التأسيسي للمطرودين المغاربة من الجزائر. بعد 40 سنة استطاعوا بعض الشباب اللي كانوا صغار أطفال آنذاك إلى آخره شكلوا هيئة، شكلوا جمعية خيرية تقريبا دافع عن حقوقهم، وكان لها هيئة تأسيسية في 2015. من بين هؤلاء كنت لقيت أبناء أحد هؤلاء اللي شاركوا في تحرير البلاد، اللي كانوا مجاهدين مع المجاهدين، كانوا إخوة للمجاهدين ومجاهدين مع المجاهدين، كانوا مغاربة. طبعا اللي شاركوا في الثورة الجزائرية هم مغاربة، توانسة، ليبيين، مصريين، يوغوسلاف، سوريين، فرنسيين، كاين ناس أحرار قاتلوا من أجل تحرير الجزائر، كانوا ضد الاستعمار الفرنسي، بما فيهم فرنسيين بالمناسبة، صحيح قلة، لكن يبقوا أنهم رمز للإنسانية، رمز للحرية. ما يقولكش هذا أنا نحمل جنسية ولا أنا هذا بلادي وهذا، لا لا، كانوا وقفوا مع الحق. طبعا المغاربة والتوانسة كانوا يعتبروا نفوسهم جزء منا، وإحنا نعتبر نفوسنا جزء منهم. الحدود القائمة هي حدود أقامها الاستعمار، وهذه الشعوب قبل مجيء الاستعمار ما كانش كاينه حدود بالمعنى المتعارف عليه ما بين الدول الآن. ما كانش كاين ما يسمى بليتا ناسيون قبل ما يسمى بالثورة الفرنسية. يعني كانت بالنسبة لنا احنا كانت الأمة المسلمة، الأمة الإسلامية يعني عموما، ونحن مغاربيين عموما يعني، ولم تكن هناك حدود بالمعنى المتعارف عليه اليوم. وهناك قبائل متداخلة يعني داخل الحدود. لما جاءت الاستعمار وفصل، فهناك قبائل، وأحيانا الاستعمار أو هذه الحدود فصلت بين أسر، يعني أسرة جزء هنا وجزء في هذا الجانب. إذا بين هؤلاء اللي كانوا موجودين هم المرحوم بإذن الله والمجاهد ميمون أمعيسة. ميمون أمعيسة كان من بين الضحايا، وكان جاهد وكان التحق بالثورة الجزائرية في 56. هو من سكان وجدة، وفي وجدة كان يوجد آلاف الجزائريين. طبعا الجزائريين كانوا متواجدين بمئات الآلاف ما بين تونس والمغرب بشكل أساسي، متواجدين في بلدان أخرى، لكن خاصة في المغرب وفي الجزائر وفي تونس كانوا وفي سوريا أيضا. كانت هناك دائما استعمار لهاربين من الاستعمار في المقاومات الشعبية. لما كانت تفشل المقاومات المسلحة كثير منهم كانوا يهربون إلى تونس أو إلى المغرب. لماذا؟ لأن الاستعمار حتى لما ضمت المغرب اللي وقع تحت الاستعمار أو قبل تونس في 1881، كان الاستعمار في تونس والمغرب هو بين قوسين حماية، انتداب. بينما في الجزائر كان استيطان، بمعنى الجزائر اختفت وأصبحت قطعة من التراب الفرنسي، بينما في تونس والمغرب ظلوا بلدين مستعمرين، بلدين تحت الانتداب كما كانوا يسموها. فالحكم الاستعماري في هذه البلدين لم يكن مثل الجزائر. في الجزائر كان قاسي جدا، كان إجرامي جدا. في تونس والمغرب فيه إجرام بكل تأكيد، لكن ليس بنفس الشيء. بمعنى الفرنسيين كانوا عارفين أرواحهم أنهم محتلين لهذه الأرض، وهم يعترفون أنهم يحتلونها باسم الحماية أو باسم الانتداب. بينما في الجزائر كان الوضع يختلف. ولذلك الآن ما زال في المغرب أو في تونس هناك مئات الآلاف، ربما ملايين بين البلدين اللي هم من أصول جزائرية. مثل أيضا اللي في الجزائر أيضا كاين توانسة وكاين مغاربة بشكل خاص اللي هما من أصول مغربية وهم جزائريون اليوم. لكن اللي كانوا آنذاك اللي طردوا كانوا اللي ما حصلوش على الجنسية الجزائرية، وكانت خصومة كما قلت، صراع بين النظامين، وكان رد نظام بومدين. بوتفليقة أساسا هو المحرك على الموضوع هذا بالمناسبة. الغريب في الأمر أن بوتفليقة من مواليد وجدة، وأن بومدين قضى كل فترة الثورة ابتداء من 55
لما التحق بالثورة كان في الحدود، كان في المغرب، خاصة ما بين وجدة وما شابهها يعني. الغريب في الامر ان اللي انتقموا من هؤلاء اخواننا هؤلاء البسطاء، لان هؤلاء البسطاء لم يكن لهم اي دور، ما كانوش سياسيين، ما كانوش معارضين، ما كانوا سكان يسكنون الجزائر باعتبار انهم اما فروا اليها ايام ايضا في الاستعمار او بعد الاستقلال، او شاركوا في تحريرها. او من بين هؤلاء كما قلت ميمون معيسى، واللي كنت لقيت اولاده، واولاده تحدثوا معي انذاك في 2015 بمراره شديده. اولاده طبعا الان اللي تلاقيتهم بالتاكيد انه واحد في نهايه الخمسينات من العمر، واحد في بدايه الستينات من العمر او منتصف الستينات. وكانوا انذاك عندما وقعت هذه الواقعه كان عمرهم 10 سنين، واحد عمره 10 سنين او 12 سنه، والثاني ممكن عمره 15 او 18 سنه، حاجه هكذا يعني. عندي ملخص لمعيسى ميمون رحمه الله، كيفاش أنه التحق بالثورة الجزائرية في 56، وكان عنده دور كبير في قضية السلاح وتهريب السلاح من المغرب إلى الجزائر، ومن الحدود المغربية إلى داخل الجزائر، أيضا في استقبال الثوار. وبعدين هو قاتل مع الجزائريين داخل الجزائر، لم يكتفي بذلك فقط بقضية السلاح، كانوا في البداية هذه. والحقيقة تحسب لمحمد الخامس. محمد الخامس، الملك محمد الخامس رحمه الله، يعتبر من أبرز وأصدق مع الملك إدريس في ليبيا أيضا. هذه الاثنين كانوا من أبرز وأصدق لدعم الثورة الجزائرية، على عكس بورقيبة في تونس، وعلى عكس عبد الناصر في مصر على سبيل المثال. كان عنده أكثر من 80 أوردر دي ميسيون اللي كانت باسم الثورة الجزائرية، كان يقوم بمهام ميمون معيسى رحمه الله. وبعد استقلال الجزائر قرر أن يعود إلى أن يبقى في وجدة. هو كان ما زالت أسرته في وجدة، لكن كان يدخل الجزائر كمقاتل. لكن الجزائريين اللي قاتلوا معاه أو اللي قاتل معهم، ومنهم بعض العقداء الكبار بما فيهم الشاذلي بن جديد مثلا، اللي كان تعرف عليه آنذاك. الشاذلي بن جديد بطبيعة الحال بعدين سيصبح رئيس جمهورية. كان هناك عقداء اللي يعرفوه وتعاملوا معاه وكلاو في داره الى اخره، قالوا له لا، انت لازم تجي للجزائر. وبالفعل خذ اسرته من وجده وجاء الى منطقه في مستغانم. قدرت نقول لكم القريه او المدينه الصغيره اللي تنقلها. وهناك لما صدر القرار، وكان ضابط داخل جيش التحرير حتى 67، لما صدر القرار فضل هو أن يحتفظ بجنسيته المغربية، فبطبيعة الحال غادر الجيش الجزائري. وبعد سنة أو سنة ونصف بدون شغل تدخل له بعض كبار الضباط، والتقى بومدين في سنة 68. التقاه وقال له اطلب ما تريد يعني، لأنه ما زال هذاك الثورية. وبومدين كان يعرفه شخصيا يعني، هو كان يعرف بومدين أيضا شخصيا لأنه بومدين كان في المنطقة. فقال له فقط أريد عمل لأني حبيت نبقى في الجزائر. فأصبح وظفه في سوناتراك. وظل معيسى ميمون بعد تركه للجيش الوطني الشعبي الجزائري في 67، ظل في سوناتراك إلى غاية 75، إلى غاية طرده هو وأسرته وإخوانه. أبنائه واحد منهم كان حسن، كان يدرس في الجامعة أو في نهاية الثانوية، ثم كمل الجامعة في الجزائر في ظروف بالغة الصعوبة. حكى لي كيفاش كانت ظروف صعبة جدا، لأن لما طردوهم أيضا جاءوا بعض الناس واستولوا على أملاكهم. مثلا فيما يتعلق بهذه الأسرة بالذات أسرة معيسى، اللي خذا المكان تاعهم أو الفيلا تاعهم هو إنسان كان هو رئيس البلدية. هو اللي خذا، أو رئيس الدائرة، لأنه هم كاتبين العمدة، هي طبعا يا إما الدائرة يا إما البلدية. هو اللي خذا لهم الفيلا تاعهم، لأن كانت عندهم فيلا وكان عندهم مدخول وكانت عندهم سيارة، وطردوا شر طردهم. السيارات ما خلوهمش ياخذوا سياراتهم، أخذوا فقط الحوايج اللي يقدروا يرفدوها، كابات أو فاليزات، أو وضعوهم في شاحنات وطرد. وكان مؤلم جدا تلك المظاهر وتلك الصور. هاو مقطع خلينا نشوفوه مع بعض على السريع لهذه الواقعة، عن المسيرة السوداء التي تلت صنديم الرباط
للمسيرة الخضراء، ذلك أن والده المسمى ميمون معيسى ساعد الجزائر في الحصول على استقلالها، إذ شارك في المقاومة الشعبية الجزائرية ضد فرنسا، وكان وقتها ضابطا في الجيش الوطني. هذه صور، جنب ميمون هذه من معيسى بين نداء الصور. محمد الخامس الذي دعا للمغاربة إلى تقديم يد العون للأشقاء الجزائريين، لأنه كان يؤمن بالوحدة المغاربية، ليشارك بذلك في الثورة الجزائرية منذ 15 مارس 1956. قصة مؤلمة مؤلمة جدا. و خاصة لما تقابل الناس اللي كانوا ضحاياها وتسمع منهم وتشعر بألمهم، وخاصة أن كثير منهم كما قلت يعني كانوا شباب صغار وكانوا يعتبروا روحهم جزائريين، ما يعرفوش شيء آخر، لهجتهم لهجة جزائرية، حديثهم حديث جزائري، ما يعرفوش شيء. واللي كانوا يعرفوا كانوا يعتبروا أنفسهم من أصول مغربية، ولكنهم هم جزائريين ومقيمين مع الجزائريين وإخوانهم جزائريين. وكان مؤلم حتى على الجزائريين، اللي كثير من الجزائريين تأثروا جدا. أنا التقيت في بعض الجزائريين وتحدثنا في الموضوع، كان بعض منهم اللي كان هؤلاء جيرانه وشعر بألم كبير، أصلا ما كانوش يعرفوا أنهم مغاربة، ولما عرفوا وتم طردهم كانوا متألمين جدا، لأنهم إخوانهم جيرانهم، نفس الشكل، نفس اللون، نفس الأسماء، نفس كل شيء نفسه. للأسف لما الحكام ما ينظروش للشعوب فيتعاملوا بهذه الطريقة، لما الحكام خصوماتهم وصراعاتهم يدفع ثمنها الشعوب، تدفع ثمنها الشعوب. هؤلاء أنا قلت لإخواننا هؤلاء هم منا ونحن منهم. أصلا نحن كمغاربة وكجزائريين وكتوانسة وكليبيين وكموريتانيا نحن شعب واحد، نحن الشعب المغاربي. تفصلنا الحدود وتقسمنا الحدود وتقسمنا أنظمة الحكم القائمة على درجات متفاوتة في هذه الأنظمة، ليسوا سواء في الحقيقة في صراعاتهم أيضا، لكنه في نهاية المطاف الاستعمار قسمنا، والأنظمة القائمة استمرت في التقسيم واستمرت في الخصومات واستمرت في الصراعات. والآن بعد الموقف المغربي بالاعتراف، وهي جريمة نكراء، أعتبرها جريمة نكراء في حق الشعب المغربي قبل أي شعب آخر، ولكن أيضا في حق المسلمين وحق الفلسطينيين وحق الإنسانية، يعني أن يكون هناك تبادل منافع ما بين النظام المغربي بحيث أنه يعترف بما يسمى بإسرائيل، أن تأخذ فلسطين 78% من فلسطين التاريخية اللي تسمى إسرائيل، مقابل ذلك تعترف الولايات المتحدة أو بمغربية الصحراء. لماذا أقول هذا؟ طبعا بعض إخواننا المغاربة ما يعجبوش هذا الكلام، وأنا تجيني رسائل وتجيني كتابات وأنا نقول لهم شوفوا إخوان، أنا مثل ما أقول لإخواني الجزائريين وأنتقد بعض المواقف مثل هذا الموقف اللي أدين بشدة، هذا الموقف تاع النظام الحاكم آنذاك. والمصيبة أنه في 2010 قررت العصابة القائمة أن أملاك المغاربة في 2010 تصبح ملك للدولة الجزائرية. أنا قلت لإخواني هؤلاء، قلت لهم أنه إن شاء الله عندما تقوم دولة العدل والحق والقانون في الجزائر، عندما تقول دولة مدنية في الجزائر، فستأخذون حقوقكم، لأنها قضية حقوق إنسانية قبل أن تكون شيء آخر، قبل أن نكون أنا مغاربة وجزائريين لا، أنت إنسان عندك هذا الحق وهذا حقك ولا يؤخذ منك. هم الجزائريين أو مغاربة أو توانسة أو أنت تعيش في بريطانيا أو في أمريكا أو في سويسرا، لما يظلمك واحد سويسري أو بريطاني أو أمريكي تروح للقضاء يعطيك حقك، ما يشوفش أن هذا سويسري ظلمك فيتستاهل أنت عربي أو أنت إفريقي أو لا، يشوف لك عندك حق ولا ما عندكش حق. والحقيقة إحنا نعيش معهم هنا، وإجمالا أقول إجمالا على استثناءات بسيطة في 95% من الحالات، أنا أتحدث هنا عن بريطانيا، هنا عايشين فيها لفترة طويلة، أنهم لا يفرقون بين أصحاب البلد الأصليين الإنجليز يعني مثلا وبين الآخرين، لا يفرقون في أغلب الأشياء، ما عدا بعض الأشياء اللي يطلبوا فيها الجنسية الآن أو اللي ما يتعاملوش فيها. هذه هي الاستثناء. القاعدة، وعلينا نشهد بالحقيقة وبالحق، أن في الدول الغربية إجمالا والدول الغربية ليست سواء، يعني في فرنسا مش هي بريطانيا، مش هي أمريكا، مش هي أستراليا، مختلفة الأشياء.
أن في الدول الغربية إجمالا عندك نفس الحقوق مثل أصحاب البلد. هل لا يعقل أن يكون هذا ما بين المسلمين، ما بين المغاربيين لمغربا، أنه ما يكونش عندنا نفس الحقوق؟ كيفاش نقدر يجي الصومالي أو يجي السوداني أو يجي المغربي أو يجي والجزائري أو يجي ويلقى تعطى له نفس الحقوق في بريطانيا أو في أستراليا أو في أمريكا أو في ألمانيا أو في كندا، ولا يجدها المغربي في الجزائر أو الجزائري في المغرب أو التونسي في المغرب أو التونسي في الجزائر؟ هل هذا منطق ومع عقل؟ وتدخل المخابرات الدول وتنفخ في بعض الناس وتستغل البساطة تاعهم أو السذاجة تاعهم أو الوطنية تاعهم في اتجاه خاطئ. الحق حق بغض النظر عن جنسيتك، عن لونك، عن دينك، هذا شيء آخر. وبعدين احنا نقول، احنا خاصة بالنسبة للناس المؤمنين، يعني من المسلمين المؤمنين، راهو يوم القيامة لن تسأل أنا إذا كنت مغربي ولا كنت جزائري ولا كنت تونسي ولا كنت هندي ولا كنت مكسيكي ولا كنت من بوركينا فاسو. ستسأل على أعمالك. هل كان أعمالك خير أم كانت شر؟ هل كانت أعمالك مع الحق أم مع الباطل؟ هل كنت مع المظلوم أم مع الظالم؟ هذه الحقائق اللي يؤمن بها المؤمن. لكن حتى غير المؤمن، وهم كثير من هذه الدول اللي نعيش فيها، كاين اللي منها إلحادية وكاين اللي علمانية وكاين اللي لا يؤمنون. الحق الإنساني، العدالة الإنسانية، الكرامة الإنسانية، هذا هو لازم يسود بيننا. إذا ما نش مؤمنين نتعاملوا فقط كإنسانيين، كبشر، وإن كان نحن بطبيعة الحال والحمد لله على ذلك مؤمنين ومسلمين. وأعظم شيء في الإسلام هو العدل، أن تعدل وأن تنصف وأن تكون مع الحق وليس مع الباطل، ولا تجرك الهوية الوطنية أو الشخصية والقطرية. يعني قبل 200 سنة أو 300 سنة كانت هذه، ما كانش كاينة هذه الهويات. الناس كانت تنتمي إلى قبائل، تنتمي إلى مدن، تنتمي، لكن الهوية القطرية والوطن لم تكن. ما دام راهي موجودة والناس راهي معترفة بها ورانا قاع معترفين بها وراهي قائمة، على الأقل الإنسان يكون محق. إخواننا هؤلاء ظلموا ظلم عظيم، وعندما تقوم دولة العدل والحق والقانون ستعاد لهم حقوقهم بإذن الله، أي كان اللي يكون حاكم يومها، لأن العدل هو الذي المفروض أن يحركنا وأن يدفعنا إلى الحركة.